والآن مع المفاجأة الكبرى. يلا بينا نبتدي رحلتنا. بدأت استني مش هنا. كملوا معايا الفيديو لآخره عشان تعرفوا كنت بتفرج على ايه. هنا بنبتدي يومنا من المترو، وانا بحب بجد الرسومات الموجودة في المترو والاغاني كمان والمزيكا، ذوقهم عالي جدا بجد. دخلنا نفق الازهر الشهير، ويا جماعة عامل شبه نفق الاحلام بجد يعني. ده اول مرة ادخل النفق. بصوا بقى الشوارع، الفن في كل حتة يا جماعة. تحسوا كده تواصل ما بين الفنان المصري القديم للفنان المصري المعاصر. كل حاجة بلمسة فنية فيها إبداع. الناس اللي هناك البسيطة يا جماعة بتعمل عظمة بجد. هنا بقى كنت حابة قوي إن أنا ألمس الحيطان، عارفين كده التواصل مع الأجيال اللي كانت عايشة هنا، إحساس عظيم. أول سؤال. السؤال اللي هيجاوب عليه هيبقى له جايزة. ايه رأيكم؟ جايزة كبيرة. في المدينة طيب كان؟ بئر زمزم. لا. غير اللي اشتراه اليهودي بتاع عثمان بن عفان. برافو عليك. ولحد دلوقتي هو ليه أوقاف. ليه وقف خيري في السعودية باسمه في البنك. ده حقيقي. تمام. فمن بعدها بقى قاعدة مستنية الأفندي بتاعي. يوه ده ما جاش. مش آخر مرة اداني 3 جنيه نهاية الشهر. جبنة بجنيه ملينا النملية. إيش يا أختي لحمة وإيش خضار وإيش سمك وموز بريحة. عارفة جارتنا أم إبراهيم كانت عايزة تاخد من الموز بريحة، اديتها وقيتين. والأفندي بتاع أحمد عقبال عندك كبر وهيدخل البكالوريا. سينما بص على الأفندي بتاعي. يلا هحوش بقى ال2 جنيه الباقية للجمعية، هحوشهم للأفندي بتاعي. واو، اصل شمي بقى الريحه جوه، انا حاسه في ريحه حاجه عتيقه كده. هو فين ال ده حوض ده ولا ايه؟ هو وريه كده. ادخلي جوه بقى كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مكان مرعب. انا مش عارفه ده حوض ولا ده كان حمام. ده حمام يعني حوض بس. لا فين بصي في ردمة. شايفة الردمة اللي هناك ده من الحكومة. هنا بقى كنت مبهورة بجد وحابة استكشف كل حاجة. بصوا يا جماعة، أنا مش عارفة أوصف لكم إحساسي، بس أنا حاسة بالتواصل مع روح المكان، حاسة بالتواصل مع الناس اللي كانت عايشة هنا. تخيلوا إن هم في عصور سابقة كان لبسهم مختلف، طريقتهم مختلفة، بس إزاي كانوا مبدعين وفنانين. المعمار يا جماعة، المعمار هناك كان وهم بجد يعني. كنت مبهورة وحاسة بطاقة حلوة جدا. لا صاحبتي هنا كانت بتدور عليا طبعا، وانا سرحت هنا في المكان وكنا تايهين هي من دي اللي بعض كل البنات مصورينها في وبنكمل الفيديو. اكتشاف للمكان. دي لقطة من جمال مجمع السلطان قلاوون. هحكي لكم كل حاجة عن السلطان قلاوون، بس كملوا معايا الفيديو وهتعرفوا كل حاجة عنه. هنا يا جماعة لقينا القطة الصغنطوطة دي كيوت قوي قوي، انا وصاحبتي حبيناها. دي صاحبتي تقى يعني عادي. مرة قبل كده أخدت حقن سعار عشان في قطة صغيرة هي أنقذتها. هي بتعمل في نفسها كده على طول. بس عموما احنا بنحب الحيوانات يعني، واكتر حاجة بتلفت نظرنا القطط. بس هم بجد حلوين قوي يا جماعة، شكلهم كيوت. انا كنت بحاول الفت انتباه القطط لدرجة ان انا خوفتهم يعني. سرعتيهم حرام عليكي. يلا بينا بقى نسيب القطط في حالها ونروح على الدرب الأحمر. وأكلنا رنجة يا جماعة، طلبنا يعني حاجات مختلفة كتير، بجد كانوا حلوين قوي. عنده حاجة اسمها ردعة الحوت. بصوا بقى، دي القاهرة التاريخية من 1300 سنة. شايفين المكان حرفيا ما اتغيرش يعني، بجد المكان رائع. شايفين حتى لبس الست المصرية وقتها،
كل حاجة في مكانها زي ما هي. دخلنا هنا مجمع السلطان قلاوون. على فكرة احنا كنا في الصيف وبجد ما كنتش حاسة بدرجة الحرارة، كانت درجة الحرارة حلوة وانا ماشية على الارض، احساس حلو قوي يا جماعة وانتوا ماشيين حافين. طب اول ما دخلت المكان ده حسيت ان احنا مش عايشين في بيوت بجد. ده مجمع السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر والعراق والشام. طبعا دي تفاصيل القصر بتاعه. جوه القصر مدرسة وبيمارستان. بيمارستان يا جماعة يعني مستشفى، خدناها واحنا صغيرين. ده في شارع المعز، ودي مدرسة الزهر برقوق. بصوا حلوة ازاي الفايبس والحيوانات، بحس الحيوانات بتحس بطاقة الأماكن. ده باب زويلة وسبيل محمد علي في الغورية. بصوا دي مجموعة الغوري. وكمان رحنا المدرسة الكاملية وصلينا جواها. وده قصر الأمير باشتاق. وبجد المعمار الهندسي هناك تحفة فنية يعني. مهما اوصف لكم يعني مش هتعرفوا غير لما تروحوا. شايفين ده التيكت طبعا بتزوروا 7 اماكن. جبت الشمعة دي حلوة موت، ريحتها فانيلا ونظافة كده. شايفين القط ده في بيت السحيمي. اللي ما زارش القاهرة التاريخية بجد فايته كتير قوي. شايفين الجراموفون ده، حبيته قوي يا جماعة. كل حاجة بترجعكم بالزمن، كأنكم بتروحوا كده رحلة عبر الزمن.